تعرض عباس الذي فقد أحد ذراعيه في سنوات عمره الأولى إلى الاختطاف من قبل الميليشيات ليشكل مع أطفال آخرين دروعا بشرية لهم. أخذوا لنا الحراسة وقال لنا شيء يصرفوا لنا معاشة قاتل معهم ومع العسكر معهم. ما قالنا شيء يدخلنا جبهة أبدا، قالنا شيء يدخلنا خلف الجبهة. يا عم منصور، معك الجيش الوطني، ابنك عباس عندنا والباك تكلمت تسمع صوته ويكلمك. ضحكوا علينا ودزونا معهم. خلاص لا فراق ضحكوا عليه، احنا نفضل عند اخوانه ضحكوا عليه والله هو مدبر، الله يفتح عليه. بالنسبة لحالة عباس حالنا يعني أشياء منها يعني غريبة، عندما يزجبهم بهذه الحالة يعتبر جريمة في حق الإنساني وجريمة في المجتمع الذي لا يمكن أن يقبل أي إنسان. الأطفال الذين لا يتجاوز أكبرهم سن 15 تعرضوا للاختطاف والتجنيد الإجباري. احنا من الجيش الوطني يا خاله ونش نعيد عليه شوال ونخلي ابنش علي يعيد عليه. الله يديلك العافية ويحفظك ويبارك فيك ويجزيك خير. ما حد داري كيف فعلوا بهم، دبشوا دماغهم وبدوا علينا، ما حد داري كيفهم. وصيهم قولي لهم لا يسيروا ولا يجبدوا لاخوتي ولا جيراننا ولا حد. الأب يعني قاتل مع القوات الشرعية ويستشهد، والابن يزجوا به مع الحوثي قاتل في الجبهة التي لا أساس لها ولا صحة لها. اتصال الأطفال بذويهم عكس حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحقهم وحق ذويهم. لاحظنا في أكثر من جبهة أن من يتم القبض عليهم هم أغلبهم أطفال، قد تكون هذه يعني الزج بهم في الصوفة الأولى لكي يتم الانسحاب للمقاتلين الأساسيين من الجبهات. انتهاكات الميليشيات المستمرة بحق الطفولة يقابله صمت مشبوه للمنظمات الدولية الأممية. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب.